السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم فيديو ديال تشيز بقلاوه، واحد الطريقه اللي هي جد سهله كتقدروا تصاوبوه في اخر لحظه. كما كتشوفوا راه كيشهي. المهم خليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا غادي نديروا كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده وكاس ديال الماء وواحد الطرف ديال الحامض. غادي نحركهم وغادي نديرهم فوق النار حتى تبان لي ديك الغليه ديالو ونطفي عليه. انا عندي الورقه ديال الفيلو، كما كتشوفوا غادي نهز الورقه الاولى غادي ندهنها بالزبده، وغادي نتنيها على هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. غادي ندهن هذاك المول اللي غادي ندير فيه وغادي نبدا نحط فيه الوراق. المهم راه في الفيديو غيبان لكم كلشي. وهنايا غادي نبقى نشد شويه ديال السكر سنيده وغادي نبقى نرشو على كل ورقه. ندير الطبقه الاولى نرش شويه، ندير الطبقه الثانيه وهكذا وانا غاده. هنا كما كتشوفوا غادي ندير الورقه الثانيه اللي غادي نحطها باتجاه معاكس ديال الورقه الاولى، وغادي ندهنوا ثاني الورقه من الوجه ديالها وغادي نرش شويه ديال السنيده، وغادي نمشي دابا للورقه الثالثه حتى هي وهي هذيك. بالنسبه للوراق ديال الفيلو غادي نحتاج عشرة الوراق اللي غادي نديرو. المهم ما بغيتش نسرع عليكم الفيديو باش هكذا تعرفوا الوراق كيفاش حطيتهم وتعرفوا الطريقه بالتفصيل. غادي نحيد هذوك الجوانب اللي زايدين غادي نقطعهم. هنايا عندي البيستاش والكاوكاو، انا طحنتهم هرمشتهم وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزبده حتى يوليو هكذا بحال معلكين شويه. نتوما عندكم الاختيار، بغيتو ديروا غير البيستاش بوحدو ديروا، بغيتو ديروا بكاوكاو ديروا، المهم اللي بغيتو. غادي ناخدو غادي نوضعو بهذه الطريقه كطبقه اولى اللي غادي نديرها. هنا عندي علبه ديال الجبن ديال فيلادلفيا. تقدروا ديروا اي جبن متوفر عندكم. وغادي ندير ربع كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. فضلت ندير الربع حيتاش الا درنا النص غتجينا شويه حلوه. وعندي 3 البيضات. البيض غادي نديرو بالتدريج. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الحامض، وغادي نزيد نضيف واحد ملعقه صغيره ديال الفانيلا. هنا من بعد فاش غيوجد عندنا الخليط غادي نشدو غادي نزيدو على الطبقه الاولى اللي صاوبنا. من بعد غادي ندخلها الفرن على درجه 180 مده ديال 40 دقيقه. هنا غادي ناخذ شويه من هذاك القطر اللي كنا صوبنا في الاول، غناخذ هكذاك نقولوا 2 معالق هكذاك، غادي نضيفهم على هاد البيستاش وكاوكاو وغادي نخلطهم هكذا بالمعلقه. هادو غادي نزينو بهم.
هنا من بعد فاش خرجنا هذا التشيز ديالنا من الفرن غيكون باقي سخون، غادي نكب عليه هذاك القطر، حيتاش يا اما خاص القطر يكون هو سخون وهاد التشيز بارد ولا العكس. المهم غادي نحاول نكب عليها في كامله. وهنايا غادي نبدا نزينها بهذاك بيستاشو كاوكاو اللي صاوبنا. وهنايا غادي ندير الكريمه ديال البيستاش، هي اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، وما نحتاج كانت عندي موجوده قلت نزين بها من الفوق. من بعد انا غادي ندخلها الثلاجه باش هذيك الكريمه كتكون جمعات راسها. نتوما بغيتو تخليوها ما تدخلوهاش الثلاجه، تخليوها هكذاك برا، مي ضروري خاصكم تسناوها حتى تبرد. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه الصراحه، خاصكم تجربوها. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. خليتكم على خير، مع السلامه.